أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. معرض أهلا مدارس الذي انطلق في عدة محافظات ومن بينها محافظة الإسماعيلية قبل أسبوع تقريبا استعدادا لانطلاق العام الدراسي ولتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب وأسرهم بتكلفة أقل مما هو موجود بالأسواق، فيما هو معلن بنسبة تصل إلى 30%. الغرفة التجارية ومعها مديرية التموين يشرفون على هذا المعرض. ماذا تضمن العارضين؟ ما هي الضمانات التي تأخذها عليهم ليقدموا المعروضات بما هو معلن عنه بأسعار تقل عن الأسواق؟ حول هذا الموضوع معي على الهاتف رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية السيد أكرم الشافعي. أهلا بك أستاذ أكرم. اهلا بيك يا مستر محمد. ازيك يا أستاذ محمد؟ الله كل سنه يخليك. وحضرتك طيب واهل القناه كلهم بخير. كل سنة وحضرتك طيب. بداية الغرفة التجارية ما هو دورها الفعلي في معارض أهلا مدارس؟ المعارض الموسميه او المعارض الهامه بتبقى بناء على توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيبقى لها اهتمام خاص وذلك لرفع كاهل الغلو عن المواطنين. والتجار بالمناسبه هم مواطنين برضو، فكله بيستفيد من ذلك يعني. دي المعرض بتاع رمضان السنه دي معرض مميز جدا على مستوى الجمهوريه طبعا. معرض اسماعيليه على ما اعتقد لاقى اقبال غير مسبوق من السنين السابقه على مساحه كبيره جدا. احنا عندنا المعرض النهارده 1000 متر. حضرتك تتكلم يعني عن معرض مدارس دلوقتي ولا اهلا مدارس؟ نعم. اهلا مدارس. نعم. سوري. المعرض على مساحه 1000 متر، يعني تقريبا ضعفين المساحات السابقه. عندنا ما يقرب من 70 ل 75 عارض، والنهارده في شيفتنج للعارضين، هيزيدوا زياده كمان، هيزيدوا حدود 20 عارض وعارضه. عاملين توافق جيد جدا ما بين الاجهزه، سواء من المحافظه اللي انا بشكر فيها سياده المحافظ شريف بشاره، لان المعرض برضه تحت رعايته، ومساهمه كريمه برضه ومساعده من سيد مدير الامن، وكل الاجهزه بصراحه، والتموين طبعا كان ليه دور هام. احنا عندنا النهارده جميع السلع موجوده. عندنا الادوات المدرسيه بكثافه غير معهوده، وعندنا بالمناسبه اول ايد، يعني سواء مستورد او منتج. يعني المستورد الرئيسي لا جايبينه، المنتج الرئيسي لا جايبينه السنه دي بالذات. لذلك هتلاقي الاسعار اقل من الخارج تقريبا، مش اقل من 25 30 وساعات 35 لما بيعملوا في نهايه الاسبوع. احنا عندنا النهارده في الجزئيه دي تحديدا، ملابس استاذ اكرم، يعني نسبه التخفيض كيف لكم ان تتحققوا او تتيقنوا منها؟ اوكي. انا اقول لحضرتك حاجه. احنا عندنا حاجه اسمها اللجنه الاقتصاديه، وعندنا حاجه اسمها الاداره الشؤون الاقتصاديه. دي بتنزل تعمل سيرشنج او يعني بتدور على اسعار، وبيجيب تقرير كامل ان الاسعار موجوده في السوق متوسطها كذا، اللي هي في المحلات او في المكاتب او بنفس في اي النوعيه الموجوده ولا بنوعيات اخرى؟ لا، احنا بنقول مثلا النوعيه الممتازه سعرها في السوق كذا، تمام، المتوسطه سعرها في السوق كذا، كويس، تمام، وبناء عليه بقدر اتحكم في السعر اللي بخلي التاجر الجمله او الايد اللي انا بحكي عليه ان لازم يديني اقل من كده بكتير. كويس. بدليل ان يعني لو زرتوا المعرض من ساعه ما فتح لحد النهارده بسم الله ما شاء الله يعني. طب هذا العارض او المنتج او البائع اللي موجود في المعرض هيستفيد ايه؟ هقول لحضرتك هيستفيد ايه. اولا نمره واحد، هو واخد الارض ببلاش. كهرباء مفيش، حراسه مفيش مليم بيدفع. كويس. هو كانه مأجر محل خاص بيه لمده شهر بلا اي مقابل. الغرفه ما بتاخدش اي فلوس. ولا اي معرض المحافظه من معارضها يعني، ولا اي جهاز اخر غير الغرفه. ايه يا فندم؟ ولا اي جهاز اخر غير الغرفه. ولا اي حد، ولا من حق حد انه ياخد فلوس.
لان دي خطه وتوجيهات رئيس الجمهوريه. الضرايب قصه تاني صحيح؟ ايه؟ الضرايب قصه تاني ولا معفى كمان من الضرايب؟ لا الضرايب ده موضوع تاني خالص. لا الضرايب ده موضوع تاني خالص. الضرايب اصل الضرايب هو اساسا بيدفعها كده ولا كده. تمام. باع في محله، باع في مكتبه، سواء مستورد باع عندنا، هو اوتوماتيك الضرايب بتحاسب من المنبع غالبا يعني، وبتاخد نسبه من الفواتير. تمام. لكن باقي المصروفات حتى الامن، حتى النظافه، حتى الميديا، لا زيرو مصاريف. فبالتالي انا بقدر اقول له لا، اللي انت بقى كنت هتدفعه ده اخصمه لي. كويس. وبالامانه المعظم، هو هقول الكل اللي شاركوا معانا السنه دي حاسين بالدنيا، حاسين ان هناك لابد ان هناك مساهمه مجتمعيه. وفي اول اجتماع ليا معاهم ومع مجلس الاداره، لا لابد ان يكون هناك مساهمه اجتماعيه مننا كتجار. حضرتك بتقول عملت شيفتنج، او دلوقتي بيحصل شيفتنج، بمعنى انه العارضين هيجي عارضين غيرهم ولا هيجي معاهم عارضين زياده؟ خاصه اللي هم سيدات مجلس الاقتصادي، سيدات الاعمال في الغرفه عندنا، وانا بقدم لهم الشكر الجزيل يعني، لانهم انا مديهم جزء من المعرض. وده بيبقى لمنتجات السيدات. انت عارف التوك والحاجات بتاع البنات الكلام ده كويس. السيدات الافاضل بيبقوا افضل مننا في التسويق وافضل مننا في الصناعه، وبتبقى معظمها حاجات يدويه. صحيح. فهم تقريبا كانوا واخدين 30 باكيه او حاجه زي كده بارتيشن. فعلشان كتر الناس فابتدينا نجيب الاثنين المتوافقين نحطهم مع بعض. وده بالامانه مجهود مجلس الاقتصاد سيادة الاعمال اللي انا بتوجه له الشكر. وكفايه الشيفتنج، المراقبه اللي معمول طول اليوم. طيب يعني احنا بنتكلم على اسماعيليه بس كمدينه ولا كمحافظه؟ يعني عندنا في المراكز المختلفه، هل اهلها لازم يجوا مدينه الاسماعيليه ولا في معارض موجوده في هذه؟ لا هو في معارض، بس هو الاساسي هو خاص بالمحافظه كلها. يعني معرض اسماعيليه محافظه اسماعيليه كلها. حتى برضه عايز اذكر مديريه وزاره التموين دكتور علي مصلحي، وشركه الجمله واخده بارتيشن وفيها سكر وفيها زيت باسعار مميزه. يعني كنا في معرض اهل المدارس سكر وزيت. باكيه واحده وعاملين باكيه لمولد النبي كل سنه طيبين عليه الصلاه والسلام، بحيث يبقى انا بجذب يعني حتى اللي ما عندوش مدارس ممكن يجي برضه عشان يستفيد من السلع الغذائيه او خلافه، وبالتالي هيخش يتفرج اكيد هيسوق. بس برغم انه مساحه الاسماعيليه لا تقارن بمساحه بورسعيد مثلا، وهي محافظه مدينه، احنا عندنا مراكز كتير في الاسماعيليه، انما بورسعيد فيها اكتر من 3 معارض اهلا مدارس في بعض الاحياء. يعني اسماعيليه شويه انا حاسس ان انتوا يعني شويه بعيد، يعني مركز الانطره وابو صوير والتل وفايد بعيد. ابو صوير في مجموعه من اللجنه من مجلس الاداره بتحاول بتعمل فيه ان شاء الله يمكن خلال الاسبوع المقبل. فايد معروض فيه، وانا بقدم الشكر رئيس المدينه اللواء عمرو الشافعي لانه ساعدنا فيه وافتتحناه الاسبوع اللي فات بنفس الخصم، بنفس الشركات، بنفس الخصم. يعني في شركات حتى من عندنا بعتناها هناك. كويس. بس مش بنفس الوسع. طبعا المساحه اقل يعني. وبرضه في القصاصين بشكر السيد رئيس المدينه هناك برضه في معرض. الانطره صعب شويه عشان يعني تبقى الامور واضحه جدا. يعني الانطره كلها، يعني السوق كله في الانطره. السوق كله في الانطره، يعني حاولنا نعمل في الانطره. مش هتقدروا تنافسوا الاسعار هناك يعني. بالظبط كده. لانه معظمهم مستوردين وهم اوتوماتيك بينافسوا بعض. يعني عارف حضرتك ايه، هي هناك المناخ مناخ منافسه، لان ده موسم. ان لم يكن هناك منافسه للبيع مش هيبيع. وكل هذه المنافسه لصالح المستهلك طبعا، بتاتي لصالح المواطن والمستهلك اللي احنا منهم برضه. ما هو التجار يعني معلش، ما فيش تاجر في كل حاجه، هو بيتاجر في حاجه فبيشتري الحاجات الثانيه. صحيح. فهو برضه هيستفيد. صحيح. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ اكرم، كل التمنيات بالتوفيق في هذا المعرض وفيما يليه من معارض تقدم كل الخدمات لمن يستحقها من المواطنين. شكرا جزيلا لحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب مره اخرى.
الأستاذ أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية كان معي متحدثا عن معرض أهل المدارس وما يقدمه من خدمات. بعد فاصل قصير سيكون معي في الاستوديو الدكتور عفوا سيكون